السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا خفيف كده وظريف. مش هنطبخ ولا هنعمل أي حاجة. الفيديو بتاعنا عبارة عن شوية مخلل لفت في منتهى الجمال، هنعمله في 5 دقايق واحنا واقفين. ومعانا كده الورق بتاعه سلقناه عشان هنعمله إن شاء الله شوية محشي جمال كده، بس في فيديو آخر بأمر الله. هنعمل مع بعض ان شاء الله احلى شويه مخلل لفت، مش هياخد وقت ولا اي حاجه، بعد 3 ايام بالكتير هتكوني كلتي منه. ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهوت كده. خلصنا المخلل بتاعنا ده، هنشوفه بعدين بقى بأمر الله، هنشوفه خطوه بخطوه كل اللي احنا عملناه. يعني مخلل اللفت من ابسط المخللات واسهلها، ما بياخدش معاكي اي وقت خالص، وبعد 3 ايام ان شاء الله بتاكلي منه. والورق بتاعنا ما شاء الله جميل، هنعمله محشي مع بعض بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ زوزو. النهارده ان شاء الله كده هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين مخلل اللفت ما شاء الله جميل، والورق بتاعه في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله الورقه بتاعته جميله جدا. انا بحب اجيب اللفت يا جماعه علشان مش عشان اخلي اللفت، عشان الورق بتاعه بس. زي ما احنا شايفين حبايبي بنرص الورق على بعضه كده فوق بعضه، وبنقطع برضو بقيه الورق، وبننضف الراس بتاعته حبايبي بالشكل ده. اي شوائب بقى او اي طينة اي حاجة بنشيلها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما كده حبايبي نذكر ربنا واحنا بنشتغل كده عشان حاجتنا تبقى فيها بركة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما احنا شايفين كده حبايبي بنرص الورق بتاعنا فوق بعضه، وبننضف برضو بقية الروز بتاع اللفت. ولو انت حابة تخللي العيدان بتاعتها بتخلليها، مش عايزة خلاص. انا بخلل الروز بتاعتها بس. كده حبايبي انا قطعت اللفت كله، سايبة بس الروز اللي هي الصغيرة. ولو حابة تخلليه يقعد معاكي مدة اطول، زي المحلات بتاع المخلل هم بيخللوا الراس بحالها. يعني بيخللوا رأس اللفتاية بحالها، مش بيقطعوها الا وقت الاستخدام. بيقعد معاكي مدة أطول وما بيطراش، بيبقى جميل زي ما هو، بيبقى أول واحدة زي آخر واحدة. بنقطعه حبايبي بالشكل ده، بتقطعيه بقطعة زي دي أو بتقطعيه بالسكينة على حسب ما انت حابة. أخلص الكمية حبايبي بالشكل ده، وفي كام واحدة كده كانوا صغيرين ما قطعتهمش، سبتهم بحالهم. هاخد بقى اللفت بتاعي كده على الحوض تحت المية الجارية، أغسله كويس كده حبايبي. بعد ما غسلت اللفت بتاعي كويس جدا، وده زي ما قلت لكم كام واحدة صغيرة كده سبتهم. معايا معلقتين حبايبي كده من الملح، هرشهم عليه كده علشان بس يدبل معايا شوية، عشان لما اجي احطه في البرطمان ما يبقاش هايش، والبرطمان ياخد الكمية كلها. واللفت طبعا الورق غسلته كويس برضو، وسايباه بقى يتصفى كويس علشان هاخده اسلقه. ما تنسيش يا بطتي انت وهي لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي، لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من مطبخ زوزو. شايفين يا حبايبي الورق بتاعنا ما شاء الله احلى شويه مخلل هتاكلوهم بامر الله. كده حبايبي اللفت بتاعي بقى دبل اهوت بعد ما رشيت عليه شويه الملح، عشان كده اما نعبيه في البرطمان مش هيبقى هايش معانا. مع حبايبي كده معلقتين سكر وكوبايه من الملح، حوالي 4 معالق. ومعايا ميه حبايبي كده هنعمل بيها المحلول الملح بتاعنا. دي ميه انا غلياها وسبتها لغايه ما تبرد. وطبعا سلقت الورق ما شاء الله. والبرطمان بتاعي حبايبي مغسول ومتعقم كويس. هبدأ بقى حبايبي كده احط الروس اللي هي بحالها دي، هحطها في قاع البرطمان الاول. دي هتغيب معانا شوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهنحط بقى بقية المخلل بتاعنا. المخلل بتاعنا ما شاء الله هي شوية الملح طروه بس شوية كده حبايبي. انا عبيت البرطمان وفاض مني شوية صغيرين كده، حطيتهم في الجردل الصغير ده. ده حبايبي الماء اللي اتصفت من اللفت بعد ما رشينا عليه معلقتين الملح. هنعمل بقى مع بعض المحلول الملح بتاعنا. هنضيف حبايبي الملح
انا ما نزلتش بالملح كله لان انا حاطه ما تنسوش ان احنا رشين معلقتين ملح الاول عشان المخلل ما يبقاش حادق قوي معانا. هدوبنا دلوقتي الميه بالملح كويس. هنضيف بقى بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نغطي المخلل بتاعنا بالميه. هنضغط بالمعلقه ونزود ميه كمان. لو انت حابه حبيبتي تضيفي بنجر هتضيفي قطعه بنجر، بس انا ما بحبش لون البنجر مع اللفت، يعني بحبه ياخد اللون الطبيعي بتاعه. زي ما قلت لكم حبايبي كده، لو حابه تضيفي بنجر هتضيفي، لكن انا زي ما قلت لكم بحب اللون الطبيعي بتاع اللفت. كده احنا غطيناه كويس بمحلول الملح بتاعه. هنغطيه بقى حبايبي كويس. لازم الغطا بتاعنا يبقى محكم عشان ما يدخلوش هوا يبوظه. نغطي بقى عليه كويس حبايبي كده، وان شاء الله بامر الله بعد 3 ايام بالظبط بامر الله هتاكلي منه. يعني اللفت من المخللات اللي ما بتغيبش. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ زوزو. وده حبايبي زيتون انا كنت مخللاه بقاله حوالي شهر وشوية كده، يعني حوالي شهر واسبوع. المخلل برضو الزيتون جميل جدا واستوى وجميل. هنفتحه مع بعض بأمر الله. وده دلوقتي حبايبي المخلل بتاعنا خلص. بعد يومين هنبص عليه وهنشوفه، هتلاقوه خد اللون الوردي الجميل كده وما شاء الله عليه. ورق اللفت بتاعنا حبايبي بقى هنحطه في كيس تلاجة كده ونحطه في الفريزر على بال ما نبقى نعمله مع بعض بأمر الله. الزيتون ما شاء الله واللفت ما شاء الله. بأمر الله يومين كمان وهنفتح عليه واوريكم المخلل بتاعنا. طبعا ورق اللفت ده حبايبي هنحطه في كيس تلاجة ونحطه في الفريزر على بال ما نعمله بأمر الله مع بعض. تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لايك لايك لايك. كده حبايبي بعد 3 ايام المخلل بتاعنا ما شاء الله واخد اللون الجميل. كل ما هيقعد معاكي لونه، يعني ده لسه كمان بعد يومين كمان هتلاقي لونه بقى جميل، اللون الوردي الجميل. يعني ده بعد 3 ايام ما شاء الله المخلل بتاعنا جميل استوى. الملح بتاعه مظبوط جدا. وبرضو اللي في البرطمان اهو حبايبي ما شاء الله لونه جميل جدا. والله الكاميرا ظلماه. يا رب بتقول لكم لايك. بيقرقش طعمه جميل جدا، بيقرش معاكي. والزيتون كمان برضو اهو حبايبي ما شاء الله. الزيتون برضو استوى وجميل. حتى قشر الليمون اللي انت قافله بيه البرطمان استوى وطعمه جميل جدا ما شاء الله عليه. يعني بصراحة احلى شوية زيتون واحلى شوية لفت ما شاء الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك في القناة لايك لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب تقول لكم ايه رأيكم بقى في الزيتون بتاعنا واللفت. ما شاء الله شايفين الزيتون واللفت ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.